العالم اتحول من المحركات البخارية للمحركات البترولية في لمح البصر، ومحدش بص على المحركات البخارية تاني. والنهاردة معادنا مع التحول الجديد، وبدايته مع EQS، عربية كهربائية جديدة أعلنت عنها شركة مرسيدس بنز، وكان واضح جدا إنها بتنافس بيها تسلا اس، واحدة من أهم وأحدث إصدارات شركة تسلا. هتقولي طب وايه الجديد يا سلامه؟ الجديد يا صديقي ان ده انذار لينا كلنا، ومعناه ان سوق البترول اللي قايم عليه جزء كبير من اقتصاد العالم كله في طريقه لانهيار محتوم. بس ايه علاقه سوق البترول بخناقه مرسيدس وتسلا؟ اعمل لايك وشير لو بتشوفني على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، وتعال نبص على المشهد من كل الزوايا ونشوف ما وراء السيارات الكهربائيه. انا احمد سلامه، زي الكتاب ما بيقول. في 15 ابريل 2021 اعلنت شركه مرسيدس في عرض على منصتها الالكترونيه عن انتاج عربيتها الجديده EQS. بس الفكره صديقي ان العربيه دي مش زي اي عربيه، لانها هتبقى زي ما كل الاخبار بتقول مزيج من مميزات فيراري وتسلا. وهنا بقى المشكله محترم. تسلا، شركة تسلا لصاحبها إيلون ماسك لحد وقت قريب كانت الشركة الأولى في تصنيع السيارات الكهربية، وتحديدا الفارهة أو الغالية يعني، لحد ما شركة مرسيدس دخلت على الخط وأعلنت إنها هتنتج 8 عربيات في مصانعها في قارات مختلفة، والعربية دي هيبقى اسمها EQS. وعلشان نعرف ليه EQS عاملة أزمة لشركة تسلا، محتاجين نبص على العربيتين من منظور تقني، وأهم النقط اللي لازم نتكلم فيها محترم هي المدى، وهو ببساطة المسافة اللي العربية تقدر تمشيها في حالة الشحن الكامل للبطارية. المدى اللي المفروض مرسيدس EQS توصل له هيكون أكبر من مدى النسخة الجديدة من تسلا اس. فعربية تسلا مثلا يعني بيوصل مداها لحوالي 600 كيلومتر، لكن عربية مرسيدس الجديدة مداها هيوصل ل 700 كيلومتر. في نفس الوقت مرسيدس بتفكر انها تطرح فئتين من العربية دي حسب قوة البطارية، منهم فئة بطارية 108 كيلو وات، وبالتالي بتتفوق على أكبر بطارية بتقدمها تسلا اللي هي 100 كيلو وات، وكمان في فئة تانية ببطارية 90 كيلو وات، يعني تقريبا زي بطارية تسلا. بس صراع مرسيدس وتسلا ده بيفتح باب أكبر على الصراع في سوق السيارات اللي هيتغير بشكل كبير وكلي بمجرد التوسع في صناعة السيارات الكهربية. وعلشان كده مش بعيد نلاقي صراعات كتير في أسواق السيارات بين شركات كبيرة زي أودي وBM ولاكزس وشيفروليه وفورد وغيرهم كتير طبعا، ودي الشركات اللي هتبتدي تنتج العربيات الكهربية في الفترة اللي جاية. وأول ملامح الصراع ده صديقي هو صراع المبيعات. شركة تسلا في 2020 باعت حوالي 500 ألف عربية، في حين إن شركة مرسيدس بنز باعت في نفس السنة حوالي 150 ألف عربية بس بعد EQS أكيد كل الكلام ده هيتغير. طب هي الحكاية يعني بتتلخص في إن سوق السيارات هيفضل يتحرك كده وخلاص؟ لا طبعا يا صديقي، لأن كل ده دليل على أزمة كبيرة ممكن تحصل في النظام العالمي كله، والأزمة دي هي صراع الكهرباء والبترول. بص يا محترم، العالم بيتحول من سيطرة البترول لسيطرة الكهرباء، لأن ببساطة الكهرباء طاقة نظيفة ورخيصة ومتجددة، وده اللي خلى دول كتير وخصوصا الدول الأوروبية تتجه للتوسع في إنتاج الكهرباء واستخدامها. عندك مثلا الاتحاد الأوروبي قرر إنه يعمل صفقة اسمها الصفقة الخضراء، ودي صفقة صديقي هدفها إن الاتحاد الأوروبي بكل الدول الأعضاء فيه يوصلوا إنهم يولدوا 32% من احتياجاتهم الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، وده علشان الدول الأوروبية هدفها توصل للحياد الكربوني بحلول 2050. هتقولي طب وهو ايه الحياد الكربوني ده سلامة؟ الحياد الكربوني ده صديقي هو ان الانبعاثات الكربونية اللي بتنتج عن حرق الوقود لازم تبقى بتساوي صفر، بمعنى ان قصاد كل وقود بيتحرق في شجرة بتتزرع تمتص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. وده كان من ضمن بنود اتفاقية باريس للمناخ اللي اتمضت سنة 2016، ودي اتفاقية شاملة للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الصناعية، والاوروبيون بيبرروا ده بان البشرية لازم تلجأ للحلول البديلة في ال15 سنة الجايين حد أقصى طبعا، وإلا هنخش على مستقبل قاتم. وده طبعا عمل ثورة كبيرة في وسائل إنتاج الكهرباء في أوروبا، لأنه ببساطة فتح باب للتوسع التجاري والاقتصادي في وسائل زي مثلا الرياح والطاقة الشمسية اللي بقينا بنشوفها كتير وبمنتهى السهولة. ده غير طبعا الرئيس الأمريكي بايدن طلع في إبريل 2021 وقال إنه بيتعهد إن أمريكا هتوصل للحياد الكربوني في 2050، وده تقريبا نفس المشروع الأوروبي. وده معناه إن في اتفاق ضمني بين الدول كلها بالتحول لاستخدام الكهرباء في المستقبل القريب، وبالتالي الاستغناء عن استخدام البترول، وبالتالي برضه تقليل نسبة الاعتماد على البترودولار في الاقتصاد العالمي. وهذا شيء لو تعلمون عظيم. طبعا الناحية التانية بقى بالنسبة لسوق البترول ايه اللي هيحصل؟
بص يا محترم، احنا لحد دلوقتي مش حاسين بالفرق لان نسبة العربيات الكهربية اللي في العالم كله ما تتعداش ال1%، بس النسبة دي من المتوقع انها تعدي ال5% في 2030، ومع الوقت والسنين طبعا هتزيد لحد ما تعدي ال50%. وهنا بقى هتبدأ المشاكل تظهر. وخلينا نبدأ مع الأوبك، ودي منظمة للدول المصدرة للنفط، كانت بتضم 11 دولة لحد ما ظهر مؤتمر أوبك بلس واللي ضم دول تانية مصدرة للنفط، وبالتالي العدد وصل ل 23 دولة. يعني في 23 دولة اقتصادها جزء كبير منه قايم على تصدير وبيع البترول. وطبعا يا محترم المنظمة دي من أقوى منظمات العالم، لأن البترول هو المتحكم الأقوى في سعر الدولار وبالتالي الاقتصاد العالمي. والدول دي منها روسيا والسعودية والإمارات والعراق وغيرهم طبعا، يعني مش دول صغيرة ولا اقتصاديات هينة في مساهمات الاقتصاد العالمي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان النظام الاقتصادي العالمي كله مهدد بالانقراض والانهيار، وساعتها هيظهر نظام جديد قائم على الدول المصدرة للكهرباء، ومش بعيد ساعتها تظهر منظمة جديدة اسمها اويك بدل اوبك يعني. والدول دي اولهم المانيا وكندا وفرنسا وباراجواي ومعاهم سويسرا، يعني دول معظمها مش على الخريطة السياسية حاليا بس هيبقى لها كيان في المستقبل، وده بحسب احصائيات 2019. عندك بلد زي المانيا هيبقى عندها قوة تصدير الكهرباء والتحكم في الاسواق زي ما هي عايزة، بما انها دايما في ال5 الاوائل المصدرين، وفي نفس الوقت تحت ايديها اقوى مصانع العربيات في العالم زي بي ام ومرسيدس بنز وفولكس فاجن وغيرهم كتير. طب لو رجعنا لسوق السيارات، ايه اللي ممكن يحصل مع توقف البترول؟ علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفترض افتراض. لو في عربية بمليون جنيه من توكيلها بس انت حبيت تجمعها قطع غيار، تفتكر هتجمعها بكام؟ ساعتها هتلاقي العربية اللي بمليون بقت فجأة ب2 مليون. هتقول لي ايه ده سلامة، ليه ده بيحصل؟ علشان ببساطة محترم شركات العربيات بتكسب من قطع الغيار والصيانة اكتر من المبيعات نفسها. طب انا بقولك الكلام ده ليه؟ علشان مع العربيات اللي بتستخدم الكهرباء المشاكل بتبقى اغلبها سهل انها تتحل من السوفت وير بتاع العربية، ومش محتاج مهندسين كتير وفحص وصيانة وكل اللي بالك فيه ده. وصلها بس بالنت ومهندس واحد في الشركة هيقوم بالواجب. وبالتالي الشركات اللي بتعتمد على العمليات التقليدية في البيع والصيانة مع العربيات اللي بتمشي بالبترول ومشتقاته مش هتقدر تواكب السوق، ومهما كانت الشركة كبيرة وقوية فهي أكيد هتقع قصاد جحافل العربيات الكهربية. وطبعا الشركات اللي هتصنع السيارات الكهربية هتهاجم الشركات التقليدية، لأنها ببساطة هتقول لهم أنا بنتج عربيات مش بتطلع عوادم ولا بتضر البيئة، والطاقة بتاعتي نظيفة 100% ومش خطر على الراكبين، مش زيكم. وبكده سوق السيارات كله حساباته هتتغير، وده من أكبر الأسواق العالمية اللي ممكن تهد اقتصاديات كاملة. وطبيعي ان شركات كتير هتبقى في المقدمة، وشركات تانية كانت في المقدمة هتبقى في اسفل السافلين. ورغم ان سوق السيارات النهاردة لا يسقط بالتقادم، لكن السيارات الكهربية هتغير كل الحسابات دي. عندك كمان سوق المعدات الثقيلة، اللوادر والاوناش وباقي المعدات اللي احجامها ضخمة وبتشتغل لفترات طويلة. هل هيجي اليوم وتعتمد على الكهرباء؟ انت متخيل يا صديقي التغير ده صداها يوصل لحد فين؟ على الاقل اسواق المعمار والتنقيب هي اول اسواق هتتاثر بشكل مباشر. وانت عارف يا محترم ان تكلفة تشغيل المعدات دي بتضاف على ميزانية المشاريع، فمش بعيد تيجي اللحظة اللي تبدأ فيها مشاريع مش عارفين هتتكلف كام، لان التغييرات في سوق الكهرباء هتبقى اسرع بكتير من الحسابات. طب دي الجوانب الاقتصادية. بالنسبة بقى للجوانب العسكرية، الكلام على الجانب العسكري يا محترم ففي تأكيدات كتير من الخبراء ان المركبات العسكرية عمرها ما هتبقى بنفس الكفاءة لو اشتغلت بالكهرباء، وده مع الوقت ممكن يحول البترول لسلعة عسكرية، وبالتالي اهميته هتزيد اكتر، بس في نفس الوقت سعره هيرخص لان الطلب عليه مش هيبقى كتير. ولحد وقت قريب ما كانش فيه اي معلومات عن مركبات عسكرية سواء برية او بحرية او جوية حتى هتشتغل بالكهرباء، لحد ما جت الولايات المتحدة وتحديدا سلاح الجو الامريكي وصنع سيارات طائرة بتشتغل بالكهرباء، وبدأوا كمان يفكروا في التوسع في صناعتها وكمان يخلوها تنزل الخدمة، بس هتنزل كسيارات استطلاع وتأمين للمطارات واعمال الحماية المدنية، يعني مش حاجة عسكرية نهائي. اصل تخيل معايا محترم الطيارات العسكرية اللي محتاجة تبقى خفيفة وسريعة وغير مرئية وبعيدة المدى ازاي ممكن تشيل كمية البطاريات اللي تسمح لها انها تروح وتيجي من ضربات عسكرية بعيدة من غير ما حجمها يكبر او وزنها يتقل؟
فلحد دلوقتي مفيش افكار لتحويل المركبات العسكريه البتروليه لمركبات كهربيه. بس خليني اقول لك ان الاكيد بعد كل ده المشكله اللي بتواجهنا في سوق البترول هتواجهنا في سوق الكهرباء، وهي مشكله العرض والطلب. لان لما المركبات كلها بقت بتروليه الطلب على البترول بقى اكتر، وبالتالي سعره بقى بيعلى كل فتره وبقى بيتحكم في الاقتصاد. وطبعا نفس الكلام هيحصل مع الكهرباء، وزي ما قلت لك الدول المصدره للكهرباء هيبقى ليها اهميه استراتيجيه كبيره، وهترفع معاها كل الدول اللي بتنتج المواد النفطيه اللي بيتم استخدامها في انتاج الكهرباء، ومعهم كمان كل الدول المشمسه والدول اللي سرعه الرياح فيها عاليه. ما هو خلاص بقى صديقي النظام كله بيتغير. الخوف كمان هيبقى من الهجمات السبرانيه، وبقولها للتاريخ محترم واحنا في 2021 ان اكيد وفي وقت قريب مش بعيد هيبقى في حروب سبرانيه بسبب السيارات الكهربائيه. لان ببساطه السيارات الكهربائيه ممكن تبقى ذاتيه القياده لو كلها طبعا متوصله بشبكات ال 5G الجديده فائقه السرعه. يعني ممكن العربيات كلها تمشي لوحدها لو كلها متوصله بسيستم وشبكه واحده وعارفين اماكن بعض وبيتحركوا في نظام. طب سؤال، تفتكر يا صديقي لو حد عايز يضرب مدينه مش هيبقى اسهل عليه انه يخترق السيستم ده ويشل حركه المدينه وبالتالي هيحتلها بتكه زرار؟ طب لو حد عايز يغتال شخص او كيان مش هيبقى احسن له انه يعمل ده في حادثه عربيه؟ طب تفتكر ايه حجم الباور اللي هيملكه لو ملك الانترنت؟ هسيب لك انت الاجابه. اتشرف بمتابعتكم لقناه زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. اشوفكم بخير.